الجمهور هو اللي بيحرك اللعيبه دي في الملعب. انما بالشكل ده قابلني ان شاء الله باذن الله السنه الجايه، مش السنه الجايه، لا اخر السنه يعني، في دوري المحترفين. لو انت مشيت على فلان وعلان ونجدد ده ونجيب طارق حامد ونجيب جنش وتلم شويه اللعيبه اللي هي خلاص المعاشات اللي هي جايه تلم فلوس، او تخش نادي الزمالك عشان تشتغل بعد كده، واخد بالك، وتوقعوا نادي الزمالك وتقرفوا جماهيره. فانتوا المفروض انسى بقى اللي يعدي 33 سنه، شكرا شكرا، ما عدا شيكابالا، ما عدا بصراحه شيكابالا، انما الباقي شكرا. دي بروين مبطل 33 سنه يا اولاد، السيتي مشاه عنده 33 سنه. يعني تخيل انت رايح تجيب واحد عنده 39 سنه وعايز تجدد واحد عنده 41 سنه، وهتجيب جنش عنده 63 سنه ولا مش عارف 62 سنه. ازاي بقى انت بتنزل بالاعمار ولا بتعلى بالاعمار؟ نادي الزمالك بيعلى بالاعمار. طب والله حاجه كويسه، والله انتوا هتفتحوا بقى ان شاء الله المعاشات هتبقى في نادي الزمالك يعني، عشان نبقى عارفين يعني ايه التفكير ده وايه الفكر ده وايه